والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب، ودار أبي أيوب تتألف من طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل. فقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: اصعد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعني كن في العلو. فقال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. يعني هو ذكر العلة للدور الأرضي هو يعني حتى يعني يجرح حريم البيت. نعم. يعني هو النهارده النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الدور الأرضي، إذا كان في الدور العلوي وأراد أحد أن يصعد له فوق، ممكن عينه تنظر في الدور الأرضي فيقع على محارم. نعم. فأراد أن يقول له: لا، يعني الدور الأرضي ده هيكون أرفق بنا وأصحابي يغشوني بدون ما حد ممكن يطلع على شيء. كل ما يأتوا لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالضبط، بدون ما حد ممكن يطلع على شيء في دار أبي أيوب. قال أبو أيوب: وكنا نرسل إليه طعاما وشرابا للحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولا نأكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عنده، فنتحرى مواضع فمه ومواضع شربه فيشرب منه. مكان أصابع النبي وفم النبي مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ومكان فم النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي ذات ليلة، أبو أيوب فوق دلوقتي، فقال: فبينما أنا أمشي ذات ليلة إذ فزعت وقلت: أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى رجلي أعلى من دماغه. استعظمها جدا دي. لا مش فكر ولا لا فزعته على طول. يقول فزعته قال فزعته، إنه تصور إن رجله فوق رأس النبي، يعني صلى الله عليه حاجة وسلم. مش. قال: فانجمعت أنا وامرأتي في ركن. الحديث ده له طرق كثيرة. نعم. وأنا من طبيعات الحقيقة لما أسرد الحديث تجمع كل طرق الحديث. ممكن أعزو اللفظ الحديث لمسلم وأجيب ألفاظ ليست في مسلم. نعم. أعزو لأحمد وألفاظ ليست في أحمد. السبب في ذلك أنني عندما يعني أنظر في حديث من الأحاديث آتي بكل طرقه وأسبك الزيادات كلها على بعضها بحيث أجعلها حديثا واحدا. فممكن أجيب زيادة من هنا زيادة من هنا، ولكن أصل الحديث بيكون مثلا عند مسلم. نعم. وهذا لعله شيخنا هو الأليق والأنسب لمسألة الوعظ وتذكير الناس. إذا كان الكلام في مجال الدرس حديث أو مصطلح ممكن أو الاستنباط أو الاستنباط. نعم. أو استنباط الأحكام الفقهية. طبعا كل ما من طريق من طرق الأحاديث يأتي بلفظة إلا يمكن اللفظة تتعلق بحكم الأحكام الشرعية. فبيقول لما فزع من وجود هذا الخاطر عنده، انجمع هو ومراته راح ركن وانزووا وما رضوش يمشوا على على السقيف. في رواية الطبراني يقول: وانكسر لنا حب. الحب الوزير هي الجرة العظيمة كده معروف في الأرياف، تمام. فجففته بلحافي أنا وامرأتي ما لنا غيره، خشية أن ينزل القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بحيث أن المية اللي نزلت اللحاف نشفها، يعني بحيث أن ما فيش حاجة تنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خشية أن يؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بنطفة ماء أو قطرة ماء، قطرة تنزل على الرأس. فلما أصبحت، كلمة فلما أصبحت دي يعني ما نمش طول الليل. اللي قالوا المعاني دي ينام فين ده؟ نعم. نزل، قال: نزلت وقلت: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. تمام. وبعدين سأله كان بيبعث له ثم أرسل إليه يوما بصلا أو ثوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كله ما عدا البصل والثوم يعني.
قال ففزعت. يعني لما رجع له الطعام وجد النبي لم يأكل منه. قال ففزعت. أنا اللي مستغرب له في المسألة ديت، والصحابة ما كانوش بتوع مبالغات يعني. لما يقول لك فزعت يعني فزع، نعم، كلمة في معناها يعني. قال ففزعت فصعدت إليه وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجي من لا أناجي، أو لكني أوتى. لكني أناجي من لا تناجي. من لا تناجي، نعم. أناجي من لا تناجي، أو لكني أوتى، أي يأتيني جبريل عليه السلام. وطبعا كما تعلم في الحديث الآخر إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما آذى رفيقا له قط. الله أكبر.